سلام البنات وصحة رمضانكم وتصوموا بالصحة والهنا إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة مطبخ زهرة. اليوم جيت نشارك معاكم وصفة سهلة بزاف وبنينة، رولي بالدجاج بواحد لاصوص تاع شامبينيون تهبل. تابعوني واكتشفوا المقادير. هنا كما كنتوا تشوفوا كان عندي نصف صدر دجاج، زدت له حبة بيض، ملعقة كبيرة تاع زبدة، توابل عندي العكري، ثوم مرحي، كركم، كاري، فلفل أسود وزنجبيل وشوية زيت وثلاث معالق كبار شابليغ خبز مرحي. هنا كما راكم تلاحظوا ومعدنوس والبصل مكسيت كلش في الاشواغ. حطيت هنا بابي ابسوربون ودرت الخليط تاعي على شكل مربع وفرصيته بفرماج كاري ولا فرماج يكون ما يذوبش فوندو. هنا كما راكم تشوفون درتهم حربوش وزيرت مليح باش ما يتفتحليش ويبقى على الشكل تاعو. ودوكا راح نزيد له الالومنيوم باش يحافظ على القوام ويطيب. طبعا راح نفوره. هنا كما راكم تلاحظوا زدت له الالومنيوم. انا هذا نصف صدر دجاج جوني منه 3 حرابش. هنا كما راكم تشوفوا غلقتهم مليح، درت له لافورم هادي وماحش ياخذ منكم الوقت، نصف ساعه يوجدوا. كما راكم تلاحظوا راني كملتهم. وهنايا كنت سبقت درت قدره تاعي تسخن فيها الماء، بعد ما يغلي نحطهم كما راكم تشوفوا. وهنايا بعد ما طابوا لي هاوليكم تأمنوا واحد الريحة سورتو كي بديت تنحي في الالومنيوم، صدقوني ريحة بنينة بزاف. وهنايا حمرتهم شوية وبعد كي يبردوا مليح باش نقدر نقطعهم باش ما يتخسروليش. درت شوية زيت شوية زبدة حمرتهم. من جهة أخرى باش ندير لاصوص كان عندي جناح ثوم، زبدة، زنجبيل، كركم، فلفل أسود وكاري وبصل وشامبينيون. إذا ما تحبوش الشامبينيون تقدروا تعوضوه بالزيتون. هنا درت فيه طنجرة تاعي شوية زيت وزبدة، خليتهم يسخنوا شوية ومن بعد ضفت الثوم والبصل يتقلاو ملح. كما راكم تلاحظوا نضيف البصل. صوص سهلة وبنينة بزاف ما راح تتماشى مع الرولي تاعي. هنا ضفت هذاك الجناح. هنا مشي اوبليجي تضيفوا كمية دجاج كبيرة، اللي عندكم معظم تاع الدجاج، المهم البنة فقط، مشي لازم عليكم حاجة كبيرة. خليتهم هنا يتقلاو مليح. بعد ما تقلاو ضفت الشامبينيون تاعي ودوك نضيف لهم التوابل، نخليهم يتقلاو مليح باش نقصهم ونخليهم يتقلاو صح قاع في التقلية هذه يطلقوا العصارة تاعهم. نضفت الزنجبيل والكركم والفلفل الأسود والملح والكوري. يمد لكم واحد البنة بنينة بزاف سورتو في الطياب. وهنا بعد ما تقلى مليح مرقت كما راكم تلاحظوا. بعد ما مرقت نقص على الطنجرة تاعي ونخليه يطيب بعقله حتى يعقد، ومن بعد يولي ديك لاصوص ثقيلة وبنينة بزاف راح تعجبكم على بالي. وهنايا هاوليك الشكل تاع الرولي بعد ما برد وقطعته مع لاصوص هذيك. شوفوا كيفاش اختارت وعقادت. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة وتجربوها في هذا الشهر الفضيل، ونقول لكم صحة فطوركم وصحة صيامكم. نتلاقاو في فيديو قادم. إلى اللقاء.